ما نقولش مستوى المستوى لكن كانوا اكثر اراده منا، وكانوا بليس فولونتير سيرتو في الشوط الاول اللي دخلوا مليح في المقابله. انا نقول باللي ما نقولش كاين سبب، لكن نقول سبب كبير هو الميدان اللي ما تخليش كلا الفريقين يلعبوا الكره اللي يلعبوها. احنا فريقنا معروف باللي ما يلعبش كره طويله، يلعب كره عرضيه ومن طون تجي الكره من الخلف. لقينا صعوبات في بناء اللعب في ارض الميدان لان كان عائق كبير. هما حوسوا على الكره الثانيه من جا منها. شفت لك فرصه الهدف كانت لينا احنا في هجمه اللي كانت داخل العمليات، ما كانتش نقول لا باس التاليه مليحه. شرا كونتر ديفياسيون دو لاتاكون وين خرجنا اللاعب تاعهم من الخلف. خدمنا ثلاث اسبوع الكره الثانيه لا غلط، هذه كره قدم سجلنا هدف. احنا ما كانش عندنا فرص خطيره الشوط الثاني. الشوط الاول كانوا عندنا، ما عرفناش. انا قلت باللي ارضيه ما ساعدتش اللاعبين تاعنا. كانت عندنا فرصه واحده تاع اللي كنا قادرين نعدلوا بها. هذه هي كره القدم. اليوم جينا نلعبوا ضمان البقاء رسميا. الله غالب خسرنا. هذه كره القدم يستاهلوا نجتاحهم لانهم كانوا اكثر شجاعه. لعبوا في الكاس اللي نعرفهم كاع اللي باراينا. شنو نقول لك لازم لينا دوكا نعاودوا نسترجعوا من اجل ضمان ثلاث نقاط اللي تخلينا رسميا نفوزوا بهذا اللقب امام الفريق القادم فريق الثوره. انا نقول بلي اليوم جينا مستقبل الناس كاع تعرف ديما كاين الخير والقال. الحمد لله جينا والاستقبال رايح، رغم انهم كانوا في موقع لا يخفي عليه، لكن استقبلونا بيان ولعبنا كل ظروف كتمر فيها. ما كانش يقول لك كوما تجي كي تلعب ليكيب لو ليغا تلقى بالك تلقى بالك انا في الفيديو. الحمد لله اليوم استقبال رائع. تقييمهم على هذه كره القدم. تلعب كره ولعبوا كره وداروا في النقاط. حنا ما نستاهلوش نفوزوا اليوم لانه قلت لك كل ساعه خسرناهم. لازم علينا نعاود ننجح في البطوله ضمن البقاء رسميا في المقابلات القادمه في البلاد ان شاء الله. ما نقولش اسوء، لانه قلت لك اليوم العاقل ارض الميدان، لان الفريق تاعنا يعني يلعب كره. ماهوش الفريق اللي يلعب الكره الطاوله. تحدث علينا ما قلناش روحنا في لا كونسرفاسيون. لعبنا الكره الطاوله، ما عندناش اللاعبين اللي يلعبوا الكره الهوائيه. اون بيردي دي تسمى ما كانش عندنا ديزوكازيون. كان بالك دي بالاريتي ما عرفناش نستثمروا بها فرص. شنو نقول لك اليوم ننساو المقابله هذه، نسيو نخمموا في استرجاع اللاعبين وتحضير جيدا للمقابله القادمه ان شاء الله.